سلام، مرحبا بكم في قناتي كويزين أم هيثم للوصفات السهلة. اليوم جبت لكم واحد المسكوتشو هايل هايل معتمداته، وإلا رايحين تجربوه تعتمدوه يوليكم غير هاد الوصفة فقط تولوا ديروها. خفيف مشرب وهو ماشي مشرب، شوف يجيكم بونج ما شاء الله عليه. كي نقولكم مسكوتشو تاع اليوم قوة قوة قوة، ها هوينا الصورة راهي تعبر على نفسها. نقولكم انا بقاو معايا تشوفوا كيفاش حضرناه وهي الاسرار انتاعو باش يخرج لكم كيما هاك. عندي هنايا 4 حبات بيض بدرجة حرارة المطبخ. هنا درتو بذوق التشينا برتقال. درت هنايا لاروم كاس ناقص 2 صباع تاع سكر، هاد الكاس يرفد 220 مليلتر. بقيت هنايا نخلط بالباتور في اقصى السرعه حتى وين يتضاعف معانا الحجم تاع البيض والخليط تاعنا قاع يتضاعف. هنا حتى اللون تاعو راح تبدل. هنا خلطوه مليح باش يطلع لكم البيض. هنا البيض الا كنتو دايرينه جابدينه من الفريجيدر ما يطلع لكمش، خاص يكون البيض تاعكم خرجتوه من قبل. هنا زدت عليه تاني كاس ناقص 2 صباع تاع زيت، ونبقى ندير فيه غير بشويه ونخلط مليح بالباتر. هنا كما راكم تشوفوا نبقى نخلط تاني بالاقصى السرعه تاعه حتى وين ينسجم كاع هذاك الزيت مع البيض والسكر. ونزيد هنايا كاس ناقص تاني 2 صباع تاع حليب، نفرغه دفعه واحده ونكمل نخلط هنايا غير شويه ماشي بزاف، ونبدا نزيد في النواشف. هنا درت الكاس الاول تاع الفارينه، هادو العبار مضبوطين وهذا المسكوتشو معتمداته. درت 2 كيسان هنا تاع فارينه ضربه واحده. هذا هو العبار تاعه وهذا هو الكميه اللي نخدم بها. هنا غربلت كاع الفارينه كما راكم تشوفوا فيها وزدت عليها 2 ساشيات تاع خميره الحلويات. هنا الساشي الاولى وزدت الساشي الزوجه. هنا كي تكونوا تخلطوا في المسكوتشو تاعكم خلطوا من تحت للفوق وما تكتروش عليه الخلاط بزاف. المسكوتشو ما يبغيش تخلطيه، وإلا كترتوا عليه الخلاط كي تدخلوه للكوشه يطيب يطيح لكم، تحسوه يجيكم معجن وما يطلع لكمش. هنا نخلط من الفوق للتحت. الخليط تاعي هنا راه منسجم وراه ثقيل، سما ما خصحش الفارينه وما خصحش الحليب ولا حاجه تخفه. هنا القوام تاعو راه مليح. في التالي زدت عليه مغرف تاع خل، من الافضل ديروا الخل الابيض ولا درتو الخل الاحمر كيما انا ديروا اللي ما فيهش الريحه. هنا الخليط تاعي راه نيشان ما ثقيل ما خفيف. دهنت هنايا المول اللي ندخله للكوشه، درت له شويه تاع دهان مع شويه تاع فارينه باش الخليط ما يلصقليش. هنا فرغت قاع في المول، وكي بديت نخدم هنايا في المسكوتشو تاعي شعلت على الكوشه خليتها تحمى باش كي ندخل المسكوتشو ما يطيحليش وما يبقاش قاعد بارد والكوشه باش تحمى باش يطلع بالخف. هنا جبت عود تاع شواء ولا جيبو كوردون هنايا ومشوه باش الخليط قاع يدي هنايا بلاصه ما تبقاش جهه طالعه وجهه مهوده. ومن بعد خبطته هنايا باش نخرج له كاع هذاك الهواء اللي يكون فيه ودخلته للكوشه على نار ناقصه من تحت ومن الفوق ما شعلتش عليها حتى فاتت نص ساعه باش شعلت النار من الفوق وكمل التحمار من الجهه الفوقانيه. سما قاع الطياب تاعو دالي 45 دقيقه. هنا جاني محمر كما راكم تشوفوا فيه ما شاء الله، حمرته غايه جا اسفنجي خفيف خفيف. جبت هنايا للتزيين مغرف كبيره تاع كونفيتور وشويه عصير تاع اتشينا. هنا خلطته مليح، خففت هذاك الكونفيتور وفوت كاع المول تاعي. هنا قاع درت لها كاع شويه هاك. والتزيين يبقى اختياري ليكم كما تبغوا زينوا. هذا تبغوا ديروا كاوكاو، تبغوا ديروا شوكولا طاختيني ولا لوز ايفيلي كيما تبغوا. انا هنا درت غير النوات كوكو بما انه يجي مع التشينا يعطي ذوق هايل.
انا هنا درت لها تزيين خفيف كما راكم تشوفوا فيه. المهم الفكرة وانتم زينوا كما تبغي. كانت هذه هي النتيجة تاع المسكوتشو تاعنا. قسمتها هنايا قدامكم باش تشوفوه كيفاش خرج، كيفاش جا خفيف، جا كيما البونج ما شاء الله عليه. هاد الوصفة جربوها وغادي تولوا معتمدينها. ينقسم غير لوحده، جا مفشفش من الداخل. نتلاقاو في وصفة سهلة وفي فيديو جديد. سلام.